السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل كيكة الشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة، والطعم يعني ولا اجمل ولا احلى ولا اروع من كده مفيش ان شاء الله. معايا 3 كوبايات من الدقيق. بالكوباية ديت، الكوباية دي موجودة في كل بيت. 3 كوبايات من الدقيق، كوبايتين من السكر، وكوباية من الكاكاو. عايزة تقللي الكاكاو براحتك، عايزة تسيبيه يعني هي كوباية كاملة. و3 بيضات، وكوباية من اللبن الرايب. عايزة تستبدليها برضو بكوباية من اللبن الحليب براحتك برضو. معايا 3 ظرف من الفانيليا. عايزة تستبدليهم بفانيليا سايلة براحتك. ومعايا ظرف من الكيك شيف. هجيب بقى كده، لو حابة تنزلي بكل المكونات بتاعتك في بولة او طبق كده وتعمليها كلها بالمضرب السلك براحتك، يعني حابة تحطي الدقيق والكاكاو والسكر والبيض واللبن والزبدة او السمنة براحتك، وتلفي كده بالمضرب السلك. بس بصراحة انا سهلت الامور على نفسي وعملتها في الخلاط. انت حابة تعمليها بالمضرب السلك كده دراعك، يعني ربنا يديك الصحة كده، وتلفي جامد بالمضرب السلك ماشي، بتطلع حلوة قوي برضو. بس بصراحة انا حبيت اريح واسهل الامور عليا، عملتها في الخلاط زي الكيكه العاديه خالص. حطيت البيض في الخلاط كده، ونزلت عليه بالخل ولزرف الفانيليا. وزي ما قلت لك، حابه تستبدليها بالفانيليا السائله براحتك، بس للامانه الفانيليا اللي في اللزرف احسن بكتير من الفانيليا السائله، بتدي نتيجه حلوه وريحه حلوه وطعم جميل. فحطيت الفانيليا كده في الخلاط، وهنزل كمان بالسكر واللبن الرايب. ولو اللبن عندك مثلا مش متواجد لبن وعايزه تضيفي لبن حليب، هو النتيجه حلوه، بس يعني اللبن الرايب بيبقى نتيجته في رفعان الكيك افضل بكتير. ممكن نجيب كوبايه اللبن ونحط عليها معلقه من الخل، ونسيبها يعني في الجو البرد ده لمده ساعه. بس تكون كوباية اللبن دافية، بتدي طعم اللبن الرايب، فبتدي معاكي النتيجة يعني ايه اللي انت عايزة توصلي لها. تمام كده. انا حطيت بقى المكونات كلها في الخلاط كده، وخليت بنتي تمسك الخلاط كده وتضربه. انا جبت المكونات الجافة كده، ونزلت على الكاكاو، على الدقيق، على الكيك شيف. وهجيب كمان معلقه من القهوه، يعني بتعزز طعم الشوكولاته في كيكه الشوكولاته، او عامه في اي حاجه، في اي، حتى لو حبيتي تعملوا صوص شوكولاته، بتحطي معلقه كده من القهوه، بتدي يعني طعم الشوكولاته يعني يكون واضح كده معاكي في الوصفه اللي انت بتعمليها. ودي معلقه كده من الكربونات، يعني بيكربونات الصوديوم برضو يعني لابد عنها. تمام كده. بخلط المكونات الجافة كده زي ما انتوا شايفين مع بعض. وبجيب بقى عندي، انا سيحت عندي صبعين من الزبدة، يعني تقريبا نص كوباية. هي كانت لازقة كده على الترابيزة عشان كانت سخنة. تقريبا نص كوباية زبدة، وحطت لها كده يعني ايه ربع كوباية زيت. يبقى احنا يعني 3/4 الكوباية يا زيت يا سمنة يا زبدة، يا اللي الميكس مع بعض اللي يريحك يعني. انا بحب احط زيت وزبده بصراحه في الكيكه. حطيته كده في الخلاط وضربته برضو كمان ضربه كده. وهنزل بقى بالخليط بتاعي اللي انا عملته ده كده على المواد الجافه بتاعتي، وهقلبها زي ما انتم شايفين على طول بقى كده، علشان ايه الكربونات اللي معايا والشيف كيك يتجانس كده ويشتغل على طول معايا في الوصفه بتاعتي على طول كده. يعني ما تعمليش بالراحه بقى وبتاع، لا، على طول تمسكي المضرب وتقلبي على اخرك. هنا بقى القوام بتاعي، انا لسه هحتاج كمان كوبايه، يا اما من اللبن الحليب يا اما من الميه. انا بصراحه ما كانش متواجد لبن حليب فحطيت ميه. بس احنا هنا حاطين الميه سخنه، يعني مش سخنه قوي، يعني ممكن ان انت يعني تحط صبعك كده ما يعني تتقبل الميه، ما تكونش سخنه قوي، يعني هي بتطلع بخار بس هي مش سخنه قوي. حابه تستبدليها زي ما قلت لك بالحليب يكون افضل كمان يعني. بس يعني لو مش متواجد بنعملها بالميه عادي خالص، وبتطلع النتيجه هتشوفيها هتبهرك. وان شاء الله الطعم حكايه باذن الله. بقلب كده على طول. طبعا انا ما حطيتش الكوبايه كلها، حشت ربع الكوبايه عشان لو احتجت تاني هتحتاج الربع كوبايه كمان. يبقى انا كده حطيت كوبايه من اللبن الرايب وكوبايه من الميه السخنه، او هتحطي بدل الكوبايه الميه السخنه ديت كوبايه حليب. بقلب كده كله مع بعضه. وزي ما قلت لك في البدايه، لو حابه تضيفي كل المكونات وما تستعمليش الخلاط خالص، بتعملي كده وتشتغلي بقى بالمضرب على طول. بس انا سهلت الامور عليا وعملتها في الخلاط.
ده القوام اللي انا عايزه ايه اوصل له بقى. هجيب بقى عندي كده صينيه ممسوحه مسحه من السمنه وعليها تعفيره من الدقيق، وانزل بكل الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده. بكون الفرن بتاعي عندي متولع على 170 من تحت، بس ما بتولعيش من فوق ومن تحت، عشان لو الفرن كان سخن قوي ممكن الكيكه بتاعتك اول ما تخش الفرن بتاخد وش من فوق وش من تحت، ومهما غابت في الفرن ما بتبقاش مستويه وتديك النتيجه يعني اللي انت عايزاها. لازم ان الفرن يكون بيسخن معاكي على نار هاديه، عشان لما الكيكه تدخل يكون الفرن معاها برضو هادي كده، والكيكه تستوي بصراحه براحتها كده في الفرن. انا ولعت الفرن زي ما انتم شايفين، حطيته كده على الارضيه، ما بحطش على الشبكه. لو انت فرنك زي ما انت متعوده بتحطيه على الشبكه اللي زي ما انت بتحبي تعملي الكيك. اخدت معايا نص ساعه وخمس دقايق، واختبرتها لقيتها استوت. لقيت الكازلك طالع معايا نضيف كده وما فيهوش حاجه، يبقى خلاص هي استوت. انا برضو بختبرها قدامك اهو، والكازلك طلع نضيف كده، يبقى خلاص الكيكه معايا استوت. وانا بخرطها اصلا، عايزه اقول لكم الكازلك ماشي كده في الكيكه، يعني تعرفي ان الكيكه بتاعتك ناجحه كمان ومستويه من طريقه التخريط كمان وانت بتخرطيها. خرّطتها بقى الكيكة معاكِ، حابة تعملي صوص شوكولاتة وتضيفيها عليها كده، يعني إيه بتعملي إيه بقى بعد ما بتطلع من الفرن على طول، على طول بتجيبي كوباية لبن دافية أو ساقعة مايلة للسقاية كده، وتقومي ساقية بها الكيكة، أو ما فيش لبن بتجيبي كوباية كاكاو، معلقة كاكاو على على مَيّة سخنة ومعلقة من السكر وتدوبيهم حلو ويكونوا باردين، وتقومي ساقية الكيكة بتاعتِك. هتعملي بقى صوص الشوكولاتة، كوباية من الزيت، كوباية من اللبن، كوباية من السكر، ظرف من الفانيليا، ومعلقه من القهوه في الخلاط، وكل ده تخلطيه مع بعض وتقومي ضايفاه على الكيك. ده لو هتحط لها صوص الشوكولاته. بس انا بصراحه حبيتها ان هي تكون خفيفه كده، يعني ما تكونش تقيله، والولاد حبوا ان هي تكون كده بدون شوكولاته، يعني بدون صوص الشوكولاته. كيكة سهلة وبسيطة وتكاليفها موجودة عندنا في المطبخ، وانتوا شايفين النتيجة قدامكم، شايفين الكيكة من كل الاتجاهات طيبة ومستوية وطعمها ولا أجمل ولا أروع ولا أحلى من كده. ما شاء الله. هتعجبكم بإذن الله، جربوها بالطريقة ديت وإن شاء الله هتدعولي. بتنفع بقى لو هتودي مع للولاد معاكي في شايفين الكيكه طيبه، عايزه اقول لكم ان هي يعني زي الجاتو معايا كده مفروله وحلوه. لو هتحط الصوص بقى بتحطي عادي على الوش كده وانت بتقطعي وانت بتعملي، في اي وقت تحطي، بتدي معاكي الطعم اللي انت حباه واللي الاولاد بيحبوه عامه يعني. انا عملتها الصبح كده للفطار، تنفع معاكي برضو تتعشي بيها مع كوبايه شاي مع كوبايه حليب، او تنفع معاكي للفطار براحتك زي ما قلت لك. وممكن تدي الاولاد منهم في اللانش بوكس في المدارس والكليات كمان، مع كوبايه الشاي كده، يعني حاجه كده مع خرطه من دول مع كوبايه شاي هتوفر عليكي فطار حاجات كتير والله. ده كان فيديو النهارده، يا رب كده تكونوا استفدتم واتبسطتم واتسليتم وقدرت افيدكم ولو بمعلومه صغيره. وزي ما قلتلك لو حابه تعملي صوص الشوكولاته هتعمليه وتضيفيه كده على وشها، وهعيدهولك كمان مره: كوبايه من الزيت، كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، كوبايه من الزيت، كوبايه من السكر، نص كوبايه كاكاو، ظرف من الفانيليا في الخلاط، على معلقه من القهوه. وده بيطلع معاكي احلى صوص شوكولاته ممكن تعمليه لاي تورته لاي كيكه لاي وصفه انت حباها، ده صوص الشوكولاته. ده كان فيديو النهارده كده، يا رب تكونوا استفدتوا واتبسطتوا واتسليتوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.